انت دلوقتي اكيد عايز تحقق هدف معين في حياتك، وحاسس او بيجيلك احساس في اوقات كتير ان انت عمال تعمل مجهود كبير قوي بس مفيش اي نتيجة. قبل ما اكلمك واحكي لك القصة اللي انا عايزة احكيها لك، لازم برضو تبقى فاهم حاجة معينة، وهي ان ربنا محتسب عنده كل مجهود وكل طاقة انت بتبذلها، بس هو مستني الوقت الاصلح ليك علشان يديلك الحاجة اللي انت عايزها وبأحسن طريقة كمان. في قصة كان حكاها دكتور أحمد الشقيري في كتاب أربعون، وهي إن كان في ملك قرر إن هو يروح رحلة برية، بس الرحلة دي كانت مسافتها طويلة جدا، وهو قرر إن هو يروحها مشي على رجليه من غير ما يركب أي حاجة. بعد ما الملك ده راح الرحلة دي رجع كان تعبان جدا، ولقى إن رجله ورمت جامد جدا وتعبت بشكل رهيب. فهو قرر ان هو هيخلي البلاد كلها الارض بتاعتها معمولة من جلد علشان محدش يتعب لما يمشي عليها. واول ما قرر القرار ده جه مستشار للملك ده وقال له ليه يا ملك تعمل حاجة زي كده؟ دي تكلفة كبيرة جدا ومجهود كبير جدا، وممكن في اماكن ما نقدرش ان احنا كمان نغطيها. فقال له ليه ما نفكرش ان احنا نعمل حاجة قطعة من جلد نخليها تتحط في الرجل من تحت علشان نقدر ان احنا نمشي بيها، وكل واحد يبقى عنده القطعة دي. القطعة دي اللي هي بقت الشوز او الجزمة اللي احنا بنلبسها. انا بس عايزة اوريكم ان الفكرة ان هو فكر تفكير، هو حل نفس المشكلة بس فكر تفكير مختلف تماما. فكر تفكير اللي هيحل فعلا الحاجة بس في نفس الوقت بتكلفة اقل ومجهود اقل. وصلوا لنفس الحاجة بس وصلوا لها بطريقة اذكى بكتير. اللي عايزة اقوله لك ان انت لو عايز تحقق هدف معين بص على الحاجات الصغيرة الاول، ما تبصش للهدف الابعد والاصعب، لان اوقات كتيرة قوي الهدف الابعد والاصعب مش هيجي غير لو احنا بصينا للحاجات الصغيرة قوي اللي احنا بنتلاشاها ونحس ان هي مش مهمة. بص دايما للحاجة الأضيق والأذكى، بص للحاجة اللي انت تقدر تتحكم فيها دلوقتي. يعني انت مثلا بتحاول ان انت توصل لهدف معين في شغلك، بلاش تقعد تقول انا مش هقدر اوصل للهدف ده غير لو عملت الحاجة الكبيرة دي. لا، بص اللي انت تقدر تغيره دلوقتي في اللحظة اللي انت فيها دي ايه، او اللي انت حتى تحسن من نفسك فيه ايه. او انت واحد مثلا عايز يغير الشغل بتاعه، انت ركز ان انا الشغل اللي انا فيه انا هعمله باحسن طريقة وباكمل وجه عشان حتى ربنا يبارك لي في حياتي، وفي نفس الوقت لما ارجع من شغلي انا هتعلم الحاجة اللي انا عايزة اتعلمها عشان اروح للشغل التاني. او لو انت بتحاول ان انت تدرس وتنجح في دراستك، ما تقولش يا ده انا قدامي مجهود كبير قوي وحاجات كتيرة قوي اذاكرها، ده انا هتعب انا مش هقدر اعمل ده. لا، بص للحاجات وقسمها لمذاكرة بسيطة او ساعات قليلة في الاول في يومك، وبعدين زود عدد الساعات دي، وصدقني هتنجح وهتوصل للي انت عايزه. لان اوقات كتير جدا احنا مش بنبص للموضوع بذكاء، احنا بنبص له بصورة اشمل واعم، بالرغم ان احنا محتاجين نبص له بصورة اضيق واذكى بس مش اكتر. واوقات بنلعب على نفسنا لعبة، وهي ان احنا نقول احنا مستنيين المعجزة دي تحصل، بس المعجزة دي مش هتحصل غير لو انت بدأت الخطوات الصغيرة. الحاجات اللي انت فاكر ان هي مش هتفرق صدقني هتفرق. احنا بس اللي بنقعد نلعب على نفسنا العاب كتيرة قوي علشان عايزين ما نتعبش التعب الكبير ده، او بنتعب فعلا بس مش عايزين نركز في الحاجات اللي ممكن تاخد طاقة اكتر مننا. لا، خد طاقة في الحاجة اللي تستاهل، مادام انت فعلا من جواك عايز توصل للحاجة دي اديها كل الطاقة اللي جواك. صدقني ربنا مش بيضيع تعب حد. ولو حاجة كانت اتأخرت عليك وانت شايف ان انت بصيت لكل حاجة صغيرة وبصيت لكل حاجة كبيرة، خليك واثق ومتأكد ربنا شايف كل ده، وهو مستني انسب طريقة وانسب وقت علشان يديلك الحاجة دي، وساعتها هتبقى مبسوط وهتبقى مرتاح وهتحمد ربنا فعلا ان هي جت في الوقت اللي هو جابها لك فيها. اخر حاجة عايزة اقولها ودي مهمة جدا، ان اوقات كتيرة قوي من كتر ما بنبقى عايزين حاجة معينة وجربنا ليها كل الطرق وما حصلتش، في حاجة كده بتحصل بتدخل تلعب في دماغك وهي الشيطان. يبدأ بقى يخليك تفهم هو ليه مثلا الشخص الفلاني وصل للحاجة دي وانا اللي عمالة اتعب، هو ما تعبش ربع تعبي،
وانا اللي مش بوصل وهو اللي بيوصل. لا، انا محتاج بقى ابقى زيه، او انا محتاج ان انا اعمل الحاجات اللي هو بيعملها، او تصرفات تانية كتيرة وافكار كتيرة قوي بتيجي في دماغنا. نبدأ ان احنا نقارن نفسنا باللي حوالينا، ونبدأ بقى نفكر في حاجات اصلا ما كانتش بتيجي في دماغنا، بس هي جت دلوقتي عشان الشيطان عارف ان ده اكتر وقت انت تعبان، واكتر وقت انت مستني الحاجة، واكتر وقت هيلعب عليك لعبة طب هو ليه ما جاتلكش لحد دلوقتي. اوعى تخلي الشيطان يدخلك الدخلات دي، لان صدقني لو انت سبته يدخلك مش هتعرف ان انت تخرج من الحاجة دي بطريقة كويسة ابدا. خلي عندك ثقة في ربنا ان انت هتجرب تجاهد في الحاجات الصغيرة وفي الحاجات الكبيرة، وكده كده انت هتوصل للحاجة دي وبأحسن طريقة كمان. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.